ايه ده؟ زبده فول سوداني؟ ايه ده؟ لا انا ما بحبهاش، مش هعمل حاجه بزبده فول سوداني، انا ما بحبش طعمها. مساء الجمال، رمضان كريم علينا جميعا، وعقبال يا رب كل سنه كده نبقى بصحه كويسه وسعاده وفرحه. ساعات كتير بنبقى محتاجين حاجات نكسر بيها صيامنا على بال ما نصلي، او بيبقى بعد ما بنخلص فطار بنبقى محتاجين نخليها للضيوف للعيله ياكلوا منها على بال ما نجهز الحلو. فكرت في حاجه بسيطه سهله ما تبقاش عبء على الامهات انها تقعد تعملها، تقدر تعملها بسهوله جدا، ما تاخدش وقت منها وتبقى موجوده على طول وهيلثي. عباره عن بلح محشي زبده فول سوداني متغطي بالشوكولاته، اند ذاتس ات. فالموضوع بسيط جدا، مش هياخد دقايق مننا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي وهيدينا طعم عامل ازاي. اول حاجه نعملها نحط شويه شوكولاته على بخار الميه علشان تسيح على بال ما نيجي نعمل بقيه الخطوات. نحطها على بخار ميه ونتاكد ان احنا كل شويه نقلبها علشان خاطر ما تتحرقش من تحت. تعالوا نجيب البلح بتاعنا. بلح شقينه كده اهو من النص، نطلع البذره بتاعته بس كده. طيب كده فتحنا البلح اللي معانا، نعمل ايه؟ نجيب زبده فول سوداني. بصوا عادة بتبقى كيس وتحطه في الكيس، تحط زبده الفول السوداني في كيس وتمشيها من جوه كده اهو، بس انا بحاول اسهل على الحاجات اللي موجوده عند الناس كلها، انا مش ناقص اتعبكم ولازم نجيبه وما نجيبش. اهي انا خدتها في معلقه وحطيتها في الحته اللي جوه اهي، بس كده خلاص خلصت. موضوع بسيط، الاكل متعه مش بردن. بصوا اهي بالمعلقه ونحط عندها ست. نجيب شويه سوداني ونكسره ونحط عليه كده سوداني صح. بصوا المنظر، بصوا المنظر ازاي. دي بقى تسقها الشوكولاته. نبص كده بقى على الشوكولاته تمام التمام. بص بقت سايحه ازاي. نجيب طبق نحط عليه ورقه زبده وننزل البلحايه جوه الشوكولاته، نقلبها نغطيها بكام شوكولاته ونطلعها. نصفي الشوكولاته الزايده منها ونحطها على الورق. بعد ما عملناهم كلهم نحطهم شويه في التلاجة 10 دقايق كده يكون نشفوا، ونرجع نبص عليهم عاملين ازاي. بالظبط بعد 5 دقايق بقى ده المنظر. خلونا نشيلهم ونحطهم في طبق تقديم ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. وده شكل بعد ما حطيناهم في طبق تقديم بعد ما بردوا في التلاجة. خلينا ندوق ونشوف طعمهم هيبقى عامل ازاي، اللي انا متاكد ان هو هيبقى حلو جدا. خطيره بجد خطيره. باي ذا واي انا مش من الناس اللي بتحب قوي زبده فول سوداني، بس هي الميكس نفسه حلو. ده اللي احنا كنا بنقوله في الاول خالص، يعني ممكن تكون حاجه انت ما بتحبهاش بس اتحطت ميكسز معينه بتخليك تحبها وتتقبل طعمها جدا. وده اللي حصل مع بلح محشي زبده فول سوداني متغطي بالشوكولاته. مهم انكم تاكلوا وتنبسطوا. ما تنسوش تتابعوني على شيف تشي، وبالهنا وشيف تشي. رمضان كريم. سلام.